أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآباء الأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لإدارة المركز على هذه الدعوة وهذه الاستضافة، وإن شاء الله نحن نكون عند حسن ظنكم في تلبية المحاور الأربعة اللي تفضل فيها الأخ المقدم. قبل أن ننطلق، يوجد فيه مقدمة بسيطة بسؤال: لماذا هذا العنوان؟ ما شاء الله اللي حضروا آباء أمهات، البعض يمكن نقول آباء المستقبل، أمهات المستقبل أيضا، حياكم الله جميعا. وضروري فعلا هي ممكن أن تكون قبل أن يصير الأب عنده، قبل أن يكون أب الزوج، قبل أن يكون أب الزوجة، قبل أن تكون أم أيضا. طبعا الملاحظة اللي أنا كاتبها هنا أمامكم، العنوان هذا هو عبارة عن دورة تدريبية مدتها 5 أسابيع في الحقيقة، أساسا نعطيها حقها تماما يعني، ولكن إن شاء الله نحن نغطي الأشياء الأساسية من هذه الدورة، بحيث أن اختصارنا يكون غير مخل بإذن الله. راح أحاول أتجاوز عن بعض المصطلحات العلمية، لو اضطرينا نتكلم في بعض المصطلحات العلمية راح تكون مفسرة إن شاء الله، ولا يتردد أي أحد أنه يسأل أي سؤال عن أي مصطلح. راح تكون في يمكن 3 إلى 4 شرائح باللغة الإنجليزية، بتكون موضحة أيضا إن شاء الله بقدر الإمكان. طيب، أرجع لإجابة على هذا السؤال: لماذا هذا العنوان؟ حسب إحصائية الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، أنه نسبة التكاثر في المملكة تقترب إلى 3.7، وحسب هذه الإحصائية معناها أنه عام 2025 راح يصير عدد السكان ما يقارب 48 مليون، عام 2050 راح يصير 92 مليون. وأنا أعتقد أنكم جيل إن شاء الله راح تعاصروا هذا العدد يعني. الازدياد طبعا هو جيد، ولكن يجب أن يكون وفقا ليش؟ لخطة وتنظيم ومعرفة وعلم، من أجل أن نكتسب القوة، صح ولا لا؟ كلمة 5 أو الرقم 45% هذا ليش؟ لأنه حسب الإحصائية هنا في التعداد السكاني أنه 45% تقريبا هم يبلغ أعمارهم أقل من 18 سنة من مجمل السكان. إذن 45% هذول هم بعد فترة من الزمن راح يصيروا هم اللي يحملوا النهضة القادمة، صح ولا لا؟ فبالتالي يكون تركيزنا عليهم من خلال موضوع العلاقة الوالدية. النقطة الثالثة: الوضع الراهن الذي نعيش فيه الآن وفقا لهذا العنوان. يمكن أذكر مثال من خلال الواقع المحلي. حينما يأتي مثلا أب مع ابنه إلى المستشفى، إلى العيادة، إلى المركز، إلى الاستشارة النفسية مثلا، يطلب من المستشار أنه ينقذه بسبب أنه في خلاف وفي مشكلة عند هذا الولد أو هذا الطالب في المدرسة. فقلت للأب: أنا أتحدث إياك قبل ما أجلس مع الولد. قال لي: مو مشكلة. جلست مع الأب فقلت له: شو المشكلة؟ قال لي: إذا أنت تعالج هالمشكلتين كن جزاك الله خير. قلت له: شنو المشكلتين؟ قال: المشكلة الأولى الولد صار يدخن.
قلت له طيب والمشكلة الثانية؟ قال يعني في الثانوية وما صار ينتبه لمستقبله، وراح أخشى أنه يجيب معدل منخفض، والمشكلة أنه ما يجلس بالبيت. هاي المشكلة الثانية. المشكلة الأولى التدخين، المشكلة الثانية ما يجلس بالبيت. قلت له طيب أنا بسألك سؤالين. قال لي تفضل. قلت له السؤال الأول أنت تدخن ولا لا؟ قال لي أدخن أنا. قلت له السؤال الثاني أنت كم ساعة تجلس بالبيت؟ قال والله يا دكتور خير الله أنا ما أجلس في البيت. يعني والدتهم متوفية الله يرحمها ومع الشغالة وأنا رجل مشغول يعني، فما أجلس في البيت. طيب جاني هو يبيني أنا أخليه يقلع عن التدخين، ويبيني أنا أخليه يجلس بالبيت، وهو يبي يروح يدخن ويعيش باقي حياته برا البيت. فهذا هو الوضع الراهن الحالي اللي يدركه العقل في المجتمع المحلي. ويمكن الجانب النفسي، ويشاركني بعضكم هذا الرأي والدكتور أيضا، أنه ما زال لم يرتقي إلى الجانب العضوي، بمعنى أنه أي واحد يجي له صداع، أي واحد يشكو من مشكلة طبية صحية، مباشرة يتوجه إلى أين؟ إلى المختص، صح ولا لا؟ يطلب المساعدة، يأخذ الدواء ويأخذ العلاج. لكن في الجانب النفسي الوضع الراهن إلى الآن غالبية المجتمع لم تدرك حجم المشكلة. في حال أنا لو تصرفت بهذا السلوك راح أحصل على هذه النتيجة. العلاقة الوالدية ما زالت بمفهومها المادي، بمعنى أنه أنا كأب أو كأم يجب أن أوفر الحاجات المادية لهذا الولد فقط. هذا مفهوم موجود ولكن في الحقيقة ناقص، والليلة نحاول أن احنا نستدرك بعض الأمور اللي ممكن نلفت الانتباه ونسلط الضوء عليها. أيضا التوجه الحديث الآن في الأبحاث العلمية وفقا للمؤتمرات العلمية في أوروبا وفي أمريكا، نجد التركيز الكبير. ويمكن البعض حينما يطلع على هذه الأبحاث، وسنرى الآن بعد قليل، يقول الأمر مبالغ فيه. حينما نعلم بعد قليل إن شاء الله نشوف النتائج راح نعرف أنه هذه هي الحقيقة، وهذا هو حجم الموضوع الحقيقي، وأننا لم نبالغ في أي جانب من هذه الجوانب. هذه المحاور بشكل سريع كما نرى الآن أمامنا. ما زلنا في الوضع الراهن. من الصعب جدا أن احنا نتصور بنسبة 100% أن احنا إيش؟ المسؤولين عن أفعالنا. لا، دائما نحاول أن نعزو النتائج السلبية التي نعيش فيها ليش؟ للآخر. أهم حاجة لست أنا إيش؟ السبب. لست أنا السبب، وإنما الآخر هو السبب. ولست أنا خطأ، وإنما الآخر على خطأ. إذن هذا مستوى مفهوم، مستوى معتقد، مستوى تفكير موجود راسخ. طبعا أنا ليه أحاول أسلط الضوء على هذه النقطة يا أخوان؟ لأن كلكم تعلمون، ولكن يمكن في اللاشعور تحولت هذه المعلومة من بعد فترة من الزمن من الشعور إلى اللاشعور، أن كل سلوكياتنا هي منعكس لإيش؟ لما نعتقده إحنا. مخزون الأفكار ومخزون المفاهيم الموجود في أذهاننا هو ينعكس تماما على موضوع إيش؟ السلوك الذي نمارسه في حياتنا اليومية مع أبنائنا، في عملنا، في تعاملاتنا مع الآخرين. أيضا ما زال نظرية العامل الواحد، وهذا يمكن يعزو أحد الأسباب الكثيرة في موضوع الاضطرابات النفسية، أن الناس تذهب إلى إيش؟ ممكن إلى
المشعوذين أحيانا، من يعطوهم الأمل. لو يجي أب أو تجي أم، والله أنا أقول لها أو أقول للأب والله بيدي أنا الحل كاملا بنسبة 100%، راح ينبعث إلى نفسه إيش؟ الراحة، باعتبار أني أنا ما علي أي مسؤولية كأب. فتفضل هذا هو الولد أو هذا الطفل، أنت راح إن شاء الله تعالجه وتبين له مكان الخلل وترجع لنا إياه سليم. هذا بالمصطلح بالمفهوم المادي، لكن اليوم يجب أن نتجاوز هذا المفهوم وننطلق إلى الحقيقة. إذن التغيير والنمو سنة من سنن الحياة، ولكن للأسف الشديد نؤمن إحنا بهذا الكلام جزئيا من المحتمل، لكن في الجانب النظري، عفوا في الجانب العملي، يمكن نبتعد عن هذا كثير. نقول لا، التغيير عمليا غير ممكن، ولكن نظريا نعم تتغير. واحنا كنا أطفال نحبو ثم نمشي، بعدين نبدأ نتحدث، بعدين نبدأ نفكر، هذا تغيير. ولكن ماذا عن نفسي أنا كأب أو عن نفسي كأم؟ هل حاولت أن أتماشى مع هذا التغيير؟ أو ما كان هذا الطفل ما زال طفل وبلغ وتجاوز سن البلوغ، ما زلت أتعامل معه كإيش؟ كطفل. لم أحاول أن أتأقلم مع موضوع إيش؟ التغيير والانتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة. كل الأزمات يا أخوان تمتحن البشر، ومن خيال الإنسان الطري أن يتوقع الحياة بلا أزمات أو بلا مشكلات. وهنا في مفهوم علم النفس المعرفي احنا نسميه موضوع التوقعات، لأن توقعات الإنسان في الحقيقة هي اللي تدخله في الأزمات النفسية. إذا كنت أتوقع أنه ابني ما يخطئ نهائيا، وفجأة دريت عنه اليوم أنه عمل سلوك غير مرغوب فيه، فهذا يدخلني إيش؟ في أزمة، يدخل الأسرة في أزمة. يحاول أن يتعامل مع النتائج، ولكن أبداً ما يحاول يتعامل مع إيش؟ الأسباب. لذلك رأساً مباشرة يصدر العقاب. هذا اللي يصير ولا لا؟ هذا هو اللي يصير يتحول البيت إلى منصة لإصدار إيش؟ الأحكام، لإصدار العقاب. هل يوجد خطة لتغيير السلوك؟ هل يوجد مجال ان احنا نجلس مع هؤلاء الابناء البنات ان احنا نتحدث ونتحاور ونتشاور معهم؟ لا يوجد. طيب، عندنا عوامل رئيسية 4، هذه المدخل الرئيسي اللي احنا نتحدث فيه. نريد ان نتجاوز الجانب المادي، ومن ثم ننطلق في الحديث عن المحاور بأجمعها إن شاء الله. هذه العوامل ال4 الرئيسية هي الجانب الذهني، هو الجانب المعرفي أو الجانب المعتقدي. كيف الإنسان بعد فترة من الزمن مجموعة الأفكار التي توصل إليها، مجموعة المعتقدات التي يؤمن فيها. وهذا نعتقد كلنا نستطيع أن احنا نكتشفه من خلال مثلا تجلس مع صديقك، تجلس مع أخوك وتتحاور وتأخذ وتعطيه في الكلام، تستطيع أن تخلص إلى نتيجة أنه والله هذا طريقة تفكيره سلبية، طريقة تفكيره إيش؟ إيجابية أحيانا. طيب، الجانب العاطفي، الفكرة السلبية دائما تؤثر على الجانب العاطفي بشكل سلبي، والفكرة الإيجابية تؤثر على الجانب العاطفي بشكل إيجابي. لما تسمع أو أنت يجيك خبر جيد، أو يجيني أنا فكرة أني أنا إنسان فاشل، هذه تزعج الفكرة ولا ما تزعج؟ تزعج. ماذا لو كأب أو كأم أنا من غرست هذه الفكرة في هذا الولد الطفل الصغير، أجي وأقول له أنت إيش؟ فاشل.
أنت ما تفهم، أنت لا تعرف شيء، أنت لا يمكن أن تفقه شيء، ويجي آخر السنة مثلا في تحصيله العلمي يفشل. طيب أنت الآن طول السنة قاعد تزرع إيش؟ سلبي، وآخر السنة وش تتوقع تحصد؟ راح تحصد سلبي، لأن هذا جزاء ما كسبت يداك. لذلك احنا نرجع للسلايدات الأولى إذا تذكروا إنه دائما احنا نحاول أن نعزو الأفكار أو النتائج السلبية عن إيش؟ عن أنفسنا. ويمكن أثناء الكلام تستطيعون أنكم تطبقوا هذا على حياتنا الواقعية، يوم احنا عشنا مع آبائنا ويوم احنا يصير عندنا أولاد نبدأ نشوف الجانب الإيجابي والسلبي فيها. طيب الجانب السلوكي، تخيل الفكرة السلبية هذه كيف تؤثر على السلوك بنقطة مهمة جدا وهي موضوع التجنب. فرضا لو أنا إنسان مثلا لا أستحق، فكرة أنه أنا إنسان لا أستحق الاحترام مثلا، هذه كيف تسيطر عليك بحيث أنك تستطيع أن تختلط مع الناس، لا تستطيع أنك تتعامل وتتواصل مع الآخرين. نصل إلى الجانب الجسدي. طيب هذه الدائرة كلها الآن تبدأ تعمل وتشتغل من أجل أنها تكون حاجة احنا نسميها مخطوطة. والفكر هذا عبارة عن مكون من آلاف المخطوطات عند كل إنسان فينا. المخطوطة قسمين، ممكن تكون مخطوطة سلبية وممكن مخطوطة إيجابية. لا تنسوا آبائنا وأمهاتنا أنه إحنا بنسبة 100% مسؤولين عن بناء هذه المخطوطات. إما إنها مخطوطات إيش؟ سلبية، وإما إنها مخطوطات إيجابية. من حيث نشعر أو من حيث لا نشعر نحن مسؤولون عن بناء هذه المخطوطات. إذن هذه هي الجوانب الأربعة كما رأيتموها في هذه الدائرة كيف تعمل. تشتغل الفكرة السلبية، تؤثر على الجانب العاطفي، تؤثر على الجانب الجسدي، تؤثر على الجانب السلوكي. وبالمناسبة في الجانب الجسدي حتى الآن في الدراسات الحديثة في وحدات الرعاية الأولية أثبتت إحدى الدراسات بأن هناك 60% يأتون بشكاوى غير مفسرة طبيا، اللي هي تتركز في آلام الظهر مثلا وفي آلام الصدر وبعض الأعراض الأخرى، الصداع مثلا الغير مفسرة، بمعنى أنه يجي بها مجموعة الأعراض هذه ونعمل لك كل الفحوصات الطبية والطبيب يقول له آخر حاجة أنت إيش؟ سليم، جسديا سليم، ما فيك أي حاجة. تخيلوا 60% من كل 100 مريض يجي للعيادة في وحدة الرعاية الأولية 60 منهم يعاني من أعراض غير مفسرة طبيا. وهذه يمكن يوضح حتى في الناحية العلاجية ما نراه نحن. لذلك لما يأتي المريض أو يأتي الشخص اللي يعاني من هذه الأعراض النفسية دائما يركز على هذا الجانب، مثل ما احنا ملاحظين جانب الأعراض الجسمية، المشاعر، يقول لك أنا ماني مرتاح، عندي آلام، والله السلوك هذا متعبني. ولكن نتجاوز ايش؟ الجانب الفكري هنا، نتجاوز ايش؟ الاعتقاد الراسخ الذي غرسناه من عشرات السنوات. بالمناسبة في عالم في المدرسة الإنسانية نقول له كارل روجرز، هذا يقول بأن مفهوم الذات عند الإنسان يكتمل عند 4 سنوات. تخيل حينما يبلغ الإنسان 4 سنوات مفهوم الذات إيش؟ يكتمل. مفهوم الذات هذا اللي يبنى عليه اعتقاد الإنسان عن نفسه، اعتقاد الإنسان عن الآخرين. إحنا هذا الطفل اللي عمره أقل من 4 سنوات وش نقول له؟ ها؟ ما يفهم. هذا ايش فهم؟ هذا ايش عرف؟ هذا يعرف؟ ما يعرف شيء. وحين الآن راح نعرف كيف إن هل يعرف هو هذا ولا ما يعرف. طيب لا ننسى أيضا بشكل سريع الآن نستعرض كيف العوامل ال4 هذه تكونت
وشكلت لنا هذا الإنسان اللي هي الحصيلة السلوكية، حصيلة العواطف، حصيلة الاعتقادات، حصيلة الأعراض الجسدية. هذه العوامل يا أخوان تتفاعل مع بعضها البعض، بعد ذلك تتكامل مع بعضها البعض، بعد ذلك يصير فيها تداخل، الجانب النفسي، الجانب الجسدي، الجانب الفكري أو الذهني، الجانب السلوكي. التداخل هذا يعطي لون جديد. نحن نرفض هذه الألوان الجديدة، لا نقبلها، ونصر على موضوع أن هذا الكائن غير قابل للتغيير، بينما كنا قبل قليل نقول لا، التغيير هو سنة. فشايفين التناقض في حياتنا كيف؟ طيب هذا بشكل سريع. الآن كيف إحنا ننظر لهذا الإنسان؟ وهذه مقدمة مهمة جدا. الآن راح يجينا مقطع فيديو راح نشوفه كيف، لأن إحنا لما نقيم الإنسان الآن، شوف التدرج، يمكن كانوا يقيموه من جانب واحد، كيف ممكن يصير عنده سرعة الأداء، واحد سريع في الأداء. لا، اليوم حصيلة هذا الإنسان سرعة في الأداء، قدرته على الانتباه، مرونته في التعامل مع الآخرين، قدرته في حل المشكلات، الذاكرة كيف تبنى، الذاكرة الضعيفة، الذاكرة الطويلة، الذاكرة القصيرة. هذا احنا طبعا جايبها ليش؟ عشان نبي نعرف ان احنا اللي نساهم في بناء هذه الجوانب عند الانسان، في بناء عقل ابنائنا. هذا مقطع فيديو صامت، هو من دراسة علمية انتشر قبل فترة في الفيسبوك، يمكن بعضكم طلع عليه، لكن الآن راح نشوفه. هو صامت ولكن موجود في سبتايتل باللغة العربية، راح نقرأه. مدته تقريبا 2.5 إلى 3 دقائق. أطلب منكم بس التركيز فيه رجاء، بعدين إن شاء الله راح نستمر ونسترسل في الحديث.
الفكرة أخذها منكم أنا الآن. واضح المشهد ولا في خلل؟ واضح المشهد؟ طيب مين يلخص لي الفكرة بس بشكل سريع بس أتأكد من وصولها؟ مدرك. عمره كم قال؟ 5 شهور. عرف مين الشخصية اللطيفة؟ عرف مين الشخصية البغيضة؟ صح ولا لا؟ واحنا مصرين ان احنا ايش هذا ايش؟ ما يفهم ولا يعرف، جاهل، ما يدرك الاحداث التي حوله. لكن اتضح من الابحاث ان مفهوم الذات يكتمل فعلا في السنوات الاولى من الطفوله. ما بأحدد اقول 4 اكثر اقل، ولكن يمكن هذا فيه خلاف علمي، ولكن الاكيد انه يتكون خلال ايش؟ السنوات او الاشهر الاولى من حياه هذا الطفل. كيف؟ شايفين كيف؟ يعني الدراسه نسبه 75% وبعدين نسبه 81% من الاطفال بدأ يميز في نفس القصه التي تكرر عليها من جديد. طيب كيف يتاثر الاطفال بالعائله؟ طفل جديد انتقل إلى هذه، أو طفل جديد جاء إلى العائلة، كيف يتأثر؟ كيف يتشكل هذا الطفل؟ ما نعرفه بالمصطلح المادي، احنا مسؤولين عن تربيته ونموه الجسدي واهتمامنا فيه، لكن في الحقيقة يوجد فيه عوامل راح نتكلم فيها، عامل الأعراض الداخلية للأب والأم. اللي نقصد فيه الأعراض الداخلية هنا بشكل دقيق هو إيش؟ ممكن الأب عنده انتقاص لذاته أو الأم عندها انتقاص لذاتها. طيب هذا هل ينعكس على الطفل؟ نعم ينعكس على الطفل. والدراسة أحد الدراسات، وهذه يمكن مركز على الأمهات أصلا، حتى الأم لما ترضع وهي عندها تعاني مثلا من الاكتئاب أيضا هذا ينتقل ويتأثر الطفل فيها أيضا. شوف درجة إلى وين وصلت. العامل الثاني مشاكل خارجية مثل ما احنا شايفين أمامنا في الصورة. نتخيل أحيانا ببساطة تفكيرنا أحيانا نقول إنه والله المشكلة التي حصلت بيني وبين زوجتي هي لا تؤثر على مين؟ على الأبناء. هذا الطفل ده صغير، يعني عمره سنة، ممكن يكون 2 ممكن 3، ما يدرك الأحداث، هذا ما يدرك الأحداث. فلا يوجد مشكلة أني أنا أرفع صوتي، لا يوجد مشكلة أني أتصرف بشكل سلبي، ما يوجد مشكلة أني أنا أمارس أي سلوك سيء، لأن هذا الطفل إيش؟ لا يدرك الأحداث. إذن الآن إحنا نخلص من إلى هذه المحطة إنه الطفل أصبح يدرك في مراحل السنوات الأولى. شايفين أحد عمليات التحليل اللي ممكن إحنا نوضحها في هذه الصورة، وهي أبلغ من كثير من المحاضرات. شايف الأب لما يجي ويزعق على الأم والأم تزعق على الأولاد يبدأ إيش؟ لذلك بعض الأمهات من حيث لا تشعر وتقول له والله الطفل يبدأ يكسر في ألعابه، تجي تضربه لأنه يكسر في ألعابه. ليش يكسر في ألعابه؟ المفروض مين؟ المفروض يعني أنا أسأل نفسي هو ليه الطفل يكسر في ألعابه؟ لأن هذه عملية انتقال في موضوع السلوك. هذا ليس كائن منفصل عن الأب وعن الأم وعن البيئة اللي بيعيش فيها. طيب العامل الثالث الكفاءة الاجتماعية اللي بتشوفها في هذه الدائرتين، اللي هي تنحصر في هذه المعايير. شلون الإنسان يصير عنده كفاءة اجتماعية؟ تنحصر في التنظيم الذاتي. هذا الإنسان وصل إلى مرحلة يكون عنده تنظيم، مرونة سلوكية، مرونة ذهنية، مرونة عاطفية. بمعنى أنه واللي أقصد فيه أتحدث في موضوع المرونة هنا يمكن اللي هي أحد المصطلحات الحديثة اللي بدأوا يتحدثوا فيها في علم النفس الإيجابي، ويمكن تتمثل في أحد الأمثلة البسيطة اللي يقول والله هذا متصلب فكريا، لا يمكن تتناقش وياه، حتى لما تأتي له بأدلة منطقية علمية لا يمكن يغير إيش؟
رأيه. ترى هذا لم يأتي من فراغ، وإنما أتى من إيش؟ من عوامل تربية في مرحلة الطفولة. نظام القيم اللي يتمثل فينا احنا كمسلمين، نظام الحلال والحرام مثلا. انتم في حياتكم شفتوا مثلا كيف الانسان يتجرأ انه ياكل من اي مكان، ما عنده مشكله، قيمه عنده. في واحد لا. طيب لما ترجع الى تاريخه هذا، كيف اكتسب هذه القيمه؟ راح تجد الاب والام لهم دور كبير في هذا الموضوع. طيب التحصيل العلمي اكيد يتاثر لما تجتمع كل هذه المشاكل، ينعكس بشكل سلبي على من؟ على التحصيل العلمي للاطفال. بمعنى انه ممكن تاتي الام، ياتي الاب، الله يقول ابني عنده مشاكل دراسيه، وتكتشف انه البيت مليان مشاكل، متكسر، متصدع، متهدم. لكن لم ياتي للحظه واحده عند الاب ولا للحظه واحده عند الام انه ممكن يكون المشكله هي ايش؟ من سبب المشاكل هذه. الصحه الجسديه اللي تتمثل في أمثلة كثيرة، كيف أن احنا مثلا نعلم أولادنا على أن يكونوا أصحاء من الولادة إلى ما يبلغوا ويتجاوز سن البلوغ. تتمثل في الرضاعة الطبيعية، وهناك دراسات وثيقة لا أحب أن أسترسل فيها حتى بين نسبة الذكاء والرضاعة الطبيعية. في موضوع الصحة، كيف القيم، انه كيف اورث القيم في موضوع الصحة للاطفال، انه كيف وايش ياكل ايش ما ياكل مثلا، بالذات الوجبات السريعة الان توجه عليها. ايضا في دراسات حديثة كثيرة في موضوع الاضطرابات السلوكية وعلاقتها بموضوع الوجبات السريعة. يوجد هناك دلالات احصائية ذات علاقة وثيقة علمية في هذا الموضوع. طيب السؤال التالي، ما هي العوامل العائلية التي تؤثر على الأطفال؟ معنا عدة عوامل، منها نوع العائلة. شايفين الصورة أمامكم، أنواع الفاكهة، أنواع، صح ولا لا؟ أيضا العوائل أنواع. لذلك إحنا بقياسنا نقول والله هذا من بيت فلان. على إيش قست من بيت فلان؟ شكله يعني سلوكه يوحي إنه من بيت فلان. ذولا ناس باردين، ذولا ناس مثلا تقليديين، لا ذولا ناس ما شاء الله حداثيين، صح ولا لا؟ إذا نوع العائلة أيضا له عامل تأثير في موضوع تشكيل النتائج التي نراها على أبنائنا. الضغوط الاقتصادية هل لها علاقة؟ نعم لها علاقة، سواء كانت أحيانا بجانب مباشر، أحيانا بجانب غير مباشر. كيف الإنسان، كيف الأب، كيف الأم لما يعيشوا في مشاكل اقتصادية، بالذات مشاكل المال، لكن ما أبي أنا أدخل في موضوع مشاكل الزوجية، في موضوع الصراع مثلا على توزيع إيش؟ الراتب. الراتب أحيانا بيد الأم، أحيانا بيد الأب، أحيانا الأم عندها أولويات، أحيانا الأب عنده إيش؟ أولويات. ويبدأ التضارب إذا كانت الأولويات تختلف ما بين أولويات الأم وأولويات الأب. هذا واضح ولا لا؟ واضح. الأمراض النفسية في الوالدين، أحيانا كثير بعض الحالات لما شفنا في بعض الأحيان في العيادة، يأتي الأب والأم بولدهم وتكتشف أنه أصلا الأب والأم يحتاجوا ليش؟ إلى علاج. مو هذا الطفل مسكين البريء ذا، يقول له ودوا طفلكم، تعالوا أنتم أول شيء نعالجكم بعدين نعالج الطفل هذا. لأن احنا نعتبر في حتى في علم النفس الاجتماعي أن الطفل هذا عبارة عن نتيجة لخلل موجود في الأسرة، بمعنى أنه هذا عرض منعكس لسبب أساسي. لذلك احنا لازم نميز بين العرض والمرض. أحيانا يجي الواحد صداع، صح؟ الصداع أحيانا نتيجة تألمك عينك يجي لك صداع، تألمك أسنانك يجي لك صداع، يألمك بطنك يجي لك صداع. طيب الصداع هذا عرض ولا مرض؟ عرض. طيب احنا نعالج المفروض المرض ولا العرض؟ المرض. انا ممكن اعطيك مسكن بنادول راح يسكن الالم لفتره ويرجع مره ثانيه. احنا دائنا مشكلتنا دائما نركز على ايش؟ العرض، ما نركز على المرض، بينما العرض يزول بزوال المرض. الوالدية السلبية، وهذا موضوع ضخم وكبير، احتل في الحقيقة حجم كبير من موضوع
البحث العلمي في الوقت العشر سنوات السابقة وتحديدا من سنة 98 أنه في توجه الآباء أحيانا، في توجه الأبناء في الخطاب، في توجه عفوا الأمهات للخطاب للأبناء أحيانا دائما وأبدا تحصل توجه سلبي. أنا أقول لكم كان قديما قبل يمكن 15 سنة عندنا جار تقول له السلام عليكم، السلام كيف حالك يا جار؟ قالوا والله هذه الدنيا صعبة والدنيا حالة، يعني تتوقع أنت تسمع شنو؟ الحمد لله رب العالمين ما سمعتها هذه. والله الواحد خلص الثانوية ويدور وظيفة، ما قلت له إن شاء الله تحصل وظيفة، يقول إن شاء الله. قال إن شاء الله. بعد فترة سمعت عنها توظف، شفته قلت له مبروك على الوظيفة كذا. قال صحيح لكن وين آخر الدنيا هذه؟ آخر الدنيا ذي واحد يتوظف يعني. سمعت عنها بعد فترة انتقل قريب إلى هنا حولنا. قلت له مبروك يا جار. قال لي صحيح مبروك، هذه تعب، كان أول راحة الحين هذه تعب فيها يعني، قربنا سهي بس تعب. أنا أدركت هذا لو دخل الجنة راح يقول فيها انتقاد هذه. طيب هذا ناتج من وين ذا؟ يعني انت لا يمكن يرى هذا نقطة إيجابية في حياته، يعني كيف؟ ترى التوجه هذا أيضا الأب والأم له دور كبير في ان احنا نخلي هذا عنده توجه سلبي ولا عنده توجه ايش؟ إيجابي. لذلك أنا أركز أحيانا دائما على ولدي، دائما الحمد لله رب العالمين، دائما أقول له شكرا، دائما أقول له يا ولدي أنت بس تكبر بتصير عالم كبير يطرق الناس بابك ويستفيدون من علمك. وش قاعد أسوي أنا؟ قاعد أعمل غرس لإيش؟ لفكرة إيجابية. ترى الإنسان هذا عبارة عن أرض خصبة، تزرع شوك راح يطلع إيش؟ شوك. تطلع تزرع ورد راح يطلع ورد. فأنا قاعد أحاول أزرع إيش؟ هذه الأفكار الإيجابية اللي أنا أرتجي ثمارها بعد حين 20 سنة 30 سنة. وهذه هي المشكلة. احنا معنا الماديين، نحن بنو البشر لا نؤمن إلا بالجزاء الحالي، صح ولا لا؟ تعطيني هذه الشغلة المكافأة أنا أسويها الآن. لأن لما أقول لك والله تسوي هذه الشغلة يا حجي بعد 20 سنة بعطيك 1,000,000، تسويها؟ بعد 20 سنة، بعد 20 سنة لا يا عمي أنا ما بسويها، تعطيني إياها الآن بسوي. المشكلة هذا هو اللي أقول لك، أنت لما تعمل غرس الآن راح تحصل نتيجة بعد 20 سنة. قال لك لا أنا ما أبيك تعالجه الحين، هذا الآن تعالجه، لا يمكن تعالجه الآن. لأن هذا يعني أنت من تتعامل دائما يا أخوان، من نتعامل مع الإنسان كما نتعامل مع أي جهاز راح ندخل في معضلة ومشكلة كبيرة. وإحنا للأسف أحيانا ننسى ونتناسى أن إحنا نتعامل أحيانا مع أنفسنا إحنا نتعامل معها كالآلة، فنصل إلى مرحلة من التعب وندخل في أزمة من حيث لا نشعر. ليش؟ لأنك أنت نسيت نفسك كإنسان، بدأت تتعامل مع نفسك كإيش؟ كآلة، وهذا خطأ كبير. طيب العنف وصراع الوالدين مرة أخرى، هذا له دور كبير جدا في موضوع النتائج الغرس اللي احنا تكلمنا فيها. إذن كما احنا شايفين موضوع التفاعل هنا بشكل مختصر، شايفين لما يجي الضغط مثلا الاقتصادي أو الضغط العملي، إنسان يعني عنده وظيفة ويعاني من ضغط العمل مثلا، الأم معاناة نفسية، الأب عنده معاناة نفسية، هذا ينتج مشاكل الطفل. من ناحية أخرى أيضا يجي مشاكل في العلاقة بين الوالدين عند الأطفال. يأتي ينتقل الموضوع هنا بعد المعاناة هذه، ممكن تتشكل المعاناة هذه في موضوع صراع بين الأب والأم، يجي هذا كله في دائرة وهذه نتيجة. طيب تقييم وضعنا الحالي، ايش رايكم في هذه الصور اللي أمامكم؟ في حياتنا ذي ولا مو في حياتنا؟ خلينا نشوف هاي الصورة مثلا. يتسولفون مع بعض.
صح ولا لا؟ شايفين الأخ هنا بارك الله فيه ايش يقول لي؟ هذا أخ وأخته قاعدين كيف يعني يتواصلون في بيت واحد تحت سقف واحد، والآن أصبح هذه أداة التواصل. يعني تناسينا أن إحنا بشر، صح ولا لا؟ آلات. وهذا الخطر القادم الذي تناساه المجتمع الحالي. نعم القائم، نعم القادم بمعنى بنتائجها نقصد، نعم. بمعنى أنه اليوم للأسف الشديد، وهذا ما استخلصته من خبرة خلال 15 سنة التي طافت، تشوف يمكن الإنسان اليوم لما يجي يشتكي هذا الولد، أحيانا الأب للأسف الشديد الأب ما يدري أن ابنه في أي صف، في أي مرحلة دراسية ما يدري. فتشوف الولد هذا في داخل الأسرة، يمكن اللي عنده علاقة بشخص غريب يعرف عنه معلومات ما شاء الله أكثر من شخص داخل الأسرة. هذا غريب ولا مو غريب؟ غريب، لكن موجود ولا مو موجود؟ موجود، صح ولا لا؟ مؤلم. طيب يجي مثلا موضوع هاي الصورة، للأسف اليوم يعني تشوف الخلاف بين الأب والأم في نسبة كبيرة، يمكن تصل إلى 50%، تصل نتيجة هذا الخلاف إلى الحالة الصامتة، احنا نقول نسميها الطلاق الصامت. خلاص قال الزوج والله هذه ما بتتغير، والزوجة قالت هذا ما بيتغير، فأنا خلني أعيش عشان كم ولد وانتهى الموضوع. لا يوجد تفاعل، لا يوجد تواصل، لا يوجد أي نوع من أنواع الدفء العائلي. هذول فقط يجمعهم مكان واحد وتحت سقف واحد، تحصل عندهم علاقة يمكن من مع برا البيت ايش؟ ويمكن الصديق اللصيق اليوم الواتساب. تشوف الزوج قاعد على الواتساب والزوجة قاعدة على الواتساب، ويمكن تسولف هي مع صاحباتها أكثر من تسولف مع هالرجل، وهو يسولف مع أصحابه أكثر ما يسولف مع زوجته. وصار عنده معلومات كم هائل عن أشخاص برا البيت، وهو البيت مو داري عنه وش قاعد يصير فيه. طيب سياق الصراع يا أخوان ينحصر في عدة نقاط، لأني راح أركز على موضوع الصراع لأن له نتائج سلبية كبيرة على المدى البعيد. عنف المنزلي، انفصال الوالدين، أحيانا يكون حقيقي وأحيانا يكون غير حقيقي، عايشين في نفس البيت، غير حقيقي عايشين في نفس البيت ولكن منفصلين، اللي يجمعهم مجرد عقد شرعي بس، لا يوجد أي علاقة أخرى. العنف المنزلي، تخيل هذه الإحصائية 275 مليون طفل في العالم يتعرض للعنف. العنف بأنواعه، النفسي أحيانا، الجسدي أحيانا، الاجتماعي أحيانا. 40 إلى 60% تخيلوا من الأطفال يظهرون طبيا أعراض مشاكل سلوكية ووجدانية. تفضل. الإحصائية هذه تعرض يوميا أو شهريا أو الدراسة هذه تقول ولو على الأقل مرة واحدة. نعم على الأقل مرة واحدة تعرض. والنتائج التي حصلت قال لك 40 إلى 60% منهم نتج. أصبح يعني للملاحظة يا أخوان يا أخوات أن النتائج الأعراض المشاكل السلوكية هذه ما راح تنتج إلا بعد ممارسة ممكن تقول طويلة نوعا ما على هذا الطفل، على أساس ينتج ليش المشكلة. ممكن أحيانا مرة مرتين أتعرض للناحية السلبية مع ابني، هذا يمكن ليس له الأثر البالغ بقدر ما يصير أحيانا أمارس العنف على ابني 10 سنوات. طيب والله قال لي أنا هذا إحنا ربينا هالشكل وأنا راح أربي ولدي هالشكل. إذن وين موضوع التغيير؟ غير موجود. طيب انفصال الوالدين، فيه موضوع إحصائيات دولية في أوروبا 30 إلى 50%. في إحصائيات صراحة غير ثابتة، أنا شفتها بعضها 20% في دراسة في المنطقة الشرقية، بعضها 25%، بعضها تقول 16%. تبقى هذه النسب متفاوتة ولكن هم يوجد فيها إشكال. وإذا احنا تتبعنا في المنطقة هنا راح نشوف في موضوع ازدياد
لموضوع نسب الطلاق، وهذا يعطيني انطباع على ايش؟ وجود مشكلة، وجود مشكلة حقيقية. استدراك سريع جدا. تفضل. الفكرة انك قلت يعني بهذا الخصوص احنا عندنا في الزواجات الجماعية في مؤسسة تعمل الزواج الجماعي على مستوى المنطقة الأحسن. بالإمكان أنهم يعملون إحصائية حق اللي آخر 10 سنوات اللي دخلوا الزواجات الجماعية يبحثون في السجل هذول بحيث لا عفوا ترى هذه خاص يعني خاص خله بعدين. لا عفوا لكن الدكتور على أساس ما في بيننا وبين شيء دكتور. على أساس نحصل على بعض النتائج حق نسبة الطلاق في المنطقة. الزواجات الجماعية في المنطقة هنا في لها مؤسسة تجمع الزواج الاجتماعي موجودة في المنطقة تقريبا. بالإمكان أنهم من خلال السجلات اللي عندهم يعملون بحث سريع على عدد الحالات اللي تقريبا تصل بالآلاف والمئات. بالإمكان أنهم يرجعون إلى نفس الأسماء هذه ويجون كم عدد نسب الطلاق. نعم. بس استبعد لأنه بالمشكلة يعني تصل بعض الأحيان في الزواجات الجماعية إنه فلان تزوجوا معه يلا دفع مرة واحدة على أساس يكون تيك ون جيت ون. هاي هي المشكلة، لكن هو في الأحسن الآن احنا في التعاون مع اللجنة السداسية يوجد خطة لعمل دراسة حقيقية لموضوع الطلاق وموضوع المشاكل، وإن شاء الله احنا ماشيين اندر بروسس بإذن الله. طيب الأسر، تخيل موضوع 10 إلى 20% من الأطفال اللي يعيشوا في بين عفوا بين آبائهم بين أسرهم يظهرون يعني ممكن يعانوا من المشاكل، لكن هذه طبعا هذه إحصائيات غربية، وأنا متأكد تماما الإحصائيات المحلية هي إيش؟ أكبر وأكثر بكثير. لأن اليوم ما زال يا إخوان هذا الموضوع مؤرق. في السبعينات منظمة الصحة العالمية لما جت مناطق الدول العربية لعمل إحصاءات لوجود الاضطرابات النفسية، الناس قالت لا يوجد اضطرابات نفسية، وبدأوا يفسروا يقول أنه والله الدين والإسلام ولأن هذا الكفار هم يعني يعانوا من الاضطرابات النفسية. لكن الإحصائيات الحالية الآن تبدأ تقول لا والله هي النسب المحلية نفسها النسب إيش؟ الدولية، ويمكن أكثر بعد. هذا ليش؟ أنا أعطيكم مثال. مرة جاي في العيادة مريض حجي يمكن عمره قرابة 60 يعاني من بعض الأعراض النفسية لاضطراب ما، فسألته كم صار لك حجي تعاني أنت من هذه الأعراض؟ قال والله ما أذكر. قلت له تقريبا يعني؟ قال والله يا دكتور 35 سنة. 35 سنة؟ طيب وإيش الطارئ الجديد اللي خلاك أنت الآن تطلب المساعدة بعد 35 سنة؟ اتضح، طبعا أنا جبت هذا المثال ليه؟ لأنه اتضح أنه في البيئة العربية طبعا الشكوى عيب، الشكوى عيب هذه، وأنت رجل يجب أن لا تبكي ويجب أن لا تشكو، عيب، هذا ضعف. اتضح الآن هذا يعتبر إساءة لهذا الطفل، إنك ما تخليه يتكلم ولا يعبر عن ذاته ولا يعبر عن مشاعره. هم هذه مشكلة، ومشكلة هذه نتائجها سلبية على المدى البعيد أيضا. طيب كيف يتأثر الأطفال بالنزاع بين الوالدين؟ تتأثر في جميع المراحل العمرية من الولادة إلى سن البلوغ. يمكن يزعلوا في أحد المحاضرات لما يزعلوا ما أقول الأطفال أقل من 18 سنة هذا يقول عن الطفل فزعلوا. هو مرحلة الطفولة هذه ما هي مسبة هي، ولكن احنا نقسمها إلى 3 مراحل: متوسطة، متأخرة. ولو أني أنا في تحفظ على موضوع التعريب هذا. فاتضح أنه هذا العنف يؤثر حتى على الجانب الفسيولوجي لهذا الطفل. وفي حالات في الحقيقة شفناها أنه الطفل مثلا يعاني من آلام في المعدة، قرحة في المعدة، يعاني من آلام غير مفسرة طبيا، نتج أنه يعيش تحت ضغط عائلي رهيب من العنف الممارس عليه من قبل الأم أحيانا، من قبل الأب أحيانا، من قبل الوالدين كليهما أحيانا، وهذه مشكلة.
فتتجاوز أحيانا بوجود القلق، وجود الاكتئاب، وجود العدوانية، وجود العنف، عنف الأطفال. من وين جاي هذا؟ طبعا لا ننسى اليوم انه احنا ما نقول والله نحمل 100% هي الاب والام، اليوم صار الايباد يربي، الشارع يربي، المدرسه تربي، الاب والام تربي، كل ما يعني كل يساهم في تربيه ايش؟ وهذا التحدي الكبير اللي اليوم خلاكم اعتقد تاتوا الى هذا العنوان. طيب الآثار الناتجة، عندنا عدة آثار. إذا احنا مارسنا الآن الوالدية السلبية كيف راح ننتج؟ راح يؤثر على نمو الدماغ. واليوم يمكن هذا اللي راح أضيفه، أحاول من الناحية العلمية أني أنا أوضح فيه وأركز عليه بشكل أكبر. النمو العاطفي راح ينتج موضوع طبيعة وجود المثال اللي احنا قلناه قبل شوية، وجود ان هذا دائما حزين، دائما. اليوم جايب ابني انا من المدرسه الظهر، فاطلع في الاطفال هم طالعين المدرسه، تشوف واحد مبتسم، واحد حزين، واحد عمره صغير يمكن عمره يعني 10 سنوات، عنده قدرات يعني تشوفه يتحدث وكانه عنده عمره اكبر من 10 سنوات، وواحد عمره 12 سنه ايش؟ هذا تعطيه عمره 6 سنوات يعني. هذا ناتج من ايش؟ لما ترجع الى داخل البيت راح تشوف أسباب تتضح بشكل أكبر. النمو الذهني، كيف يفكر هذا الطفل؟ متى أنا أستخدم معه هذه الفكرة في أي مرحلة؟ وراح نتضح إن شاء الله في النتائج أكثر. في النمو الاجتماعي والنمو السلوكي، كيف يكون هذا عدواني؟ كيف أحاول أنمي عنده تفسير الموضوعي للأحداث التي تجري حولي؟ يعني الآن مثلا أنت أبسط مثال، لما أنت تتصل على صديق وتقول ولا يرد عليك الجوال، هذا حدث كثير مشترك معنا إحنا، ولكن تعال التفسير، هل هو موحد؟ هو الحدث واحد ولكن التفسير مختلف. أجي أنا أقول والله ما يبي يكلمني، يجي يسين من الناس وش يقول؟ نايم، يمكن مشغول. كل واحد يصير عنده إيش؟ تفسير. لأن يمكن يجي واحد آخر شايف السلبية وين، يقول أكيد أنا غلطيت عليه وعشان كذا زعلان مني. هو شوف بنى، هو شوف البناء الكبير، غلطيت عليه وزعل مني، ويمكن يشوفه يوم ثاني ولا شيء وجود من هذه الأفكار كلها. شايف كيف طريقة التفكير؟ طيب بشكل سريع جايب، لأن هذا النظام الموافقة لسه وصلني يوم الخميس الماضي قبل يومين أو 3 أيام، والدكتور يمكن عنده خبر عنه. الموافقة على نظام حماية الطفل تم توقيعه بالديوان الملكي في 3 صفر، ولكن لم يصل إلى الأسبوع الماضي للهيئات التعليمية والمؤسسات التعليمية. في طبعا ما راح استعرضه كله، ولكن استعرض بس سلايدة واحدة للمادة الثالثة. متى يعد إيذاء أو إهمالا للأطفال؟ في 14 معيار حاطين في الاتفاقية هم هذه. وش ال 14 هذه؟ بنشوفها كالتالي. أول واحد، إبقاء الطفل دون سند عائلي. رقم 2، عدم استخراج وثائق ثبوتية مثلا، وهذه يمكن تحصل. عدم استكمال تطعيماته الصحية. التسبب في انقطاع عن التعليم. وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، ممكن أنا أحطه في بيئة يعرض فيها نفسه للخطر. سوء معاملته، بيئة فيها خطر. التحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي، استغلاله ماديا أو في الإجرام أو في التسول، وهذا اللي تشوفوه يمكن واضح، صح ولا لا؟ تشوفوا أطفال أحيانا تشوف أم عند الإشارة حاملة طفلها، ينكسر قلبك أنت بعد يعني. طيب استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته وتؤدي إلى تحقيره. يا فاشل، اللي ما تفهم، الكذا، يعني عندنا في هالقاموس ما شاء الله مصطلحات يعني. تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه، وهذا يتضح في الإعلام. أعطيه الآيباد، أعطيه قاعدة يم التلفزيون، يلا شوف أنا ما عندي مشكلة. أنا في دراسة تشير إلى أن وجود العنف عند السلوك الأطفال هي نسبة 91% بسبب موضوع الأفلام الكرتون العنيفة اللي يشوفها الطفل. ويجي آخر شيء الأب، وش صاير في الطفل ما أدري، بس أنا يا دكتور ما مقصر وياه، تلفزيون عاطي، وهيباد عاطي، وأكل جايب له، وملابس عاطي، ما مقصر وياه والله يا دكتور، ومع ذلك شوف ايش يسوي. أنت فارطنها مرة واحدة، مو مقصر وياه.
طيب التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، السماح له بقيادة المركبة دون سن. طبعا هذا مو كلامي، كلام النظام. كل ما يهدد سلامتها وصحتها الجسدية ونفسية. طبعا احنا نهتم بالجانب الجسدي مرة ثانية، ولكن لا نهتم، والله أنا ما يهمني النفسية، هذا تنطبق السمع على الأرض، والله أنا ما يهمني، يبكي ما يبكي، يزعل ما زعل، ما عندي مشكلة. يعني دكتور في حال تواجه هذه الأمور أو أي واحد منها يعرض الأب أو الشخص المسؤول إلى الوسائل القانونية؟ أكيد نعم، هذا القانون يضمن للطفل هذه الحقوق، وبهذا القانون الجديد التوقيع الآن جاء أمر وزاري لجميع المؤسسات الدولة بتطبيق هذا أنا إذا شفت طفل مثلا سواء طفلي أو طفل الجيران مثلا، وعند هذا بروسس، يعني أنا ما عندي تفاصيله، لكن إن شاء الله المركز يهتم بهذا الموضوع إن شاء الله. أي نعم، لكن أنا أقول حري به أن يعني يسلط عليه الضوء في الحقيقة، لأن أحيانا للأسف الشديد المجتمع لا يرتدع وفقا للنظرية السلوكية إلا بالقانون، صح ولا لا؟ إذا وجد العقاب وجد الثواب عشان يمتثل للسلوك الصحيح. في مرحلة الدكتوراه أتذكر كان في بحث كل ما يرتبط بموضوع الدماغ، اكتشفت أنه موجود خلال 10 سنوات ما يقارب أكثر من نصف مليون بحث عمل في الدماغ على محرك بحث واحد فقط، بمعنى أنه ما معدله 5 أبحاث بالساعة الواحدة، يعني إحنا نجلس ساعة واحدة يعني إيش؟ 5 أبحاث طلعت، بينما إحنا نجلس سنوات وش سوينا؟ ولا حاجة. ولذلك أنا تفائلت خيرا يا دكتور لما قلتوا لي للدراسات. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مهم جدا، لأن هذا هو اللي بيعطيني أنا الخارطة الحقيقية كيف يتوجه المجتمع. فالكاتب الكبير توفيق الحكيم ايش يقول؟ استنادا على كل الكلام اللي قلناه سابقا، يقول لا يوجد إنسان ضعيف، ولكن يوجد إنسان ايش؟ يجهل مواطن، يجهل في نفسه مواطن القوة. لأن بطبيعة الإنسان هو صحيح ضعيف، لكن حتى القرآن يقول من ضعف ثم قوة، لكن هذا ضعيف وأنا أحاول أربيه يصير كيف؟ ضعيف. لذلك هذه هي الجريمة الإنسانية الغير مرئية ولا أحد ممكن يشوفها. أنا ربيته وكبرته، لكن ربيت الخوف في داخله، ربيت الاكتئاب في داخله، ربيت القلق في داخله، ربيت الفشل في داخله، من حيث ايش؟ لا أشعر. هذه إحدى الدراسات اللي في المجتمع السعودي. طبعا هذه الدراسة كانت تستهدف موضوع الإساءة لمعاملة الأطفال وفقا لاتفاقية، أجريت بين عام 2000 إلى 2008 على 3 مراحل. العينة كانت 188 طفل موزعة بين معادلة بين الذكور والإناث في الرياض، الظاهر كانت منطقة الرياض. النتائج بشكل سريع، كانت متوسط عمرهم 5 سنوات. شايفين الإساءة الجسدية هي الأكثر انتشارا في هذه الفترة بين 2000 إلى 2004 بنسبة 61%. في هذه الفترة الثانية 2005 كان 76 نمط الإساءة الأكثر انتشارا هو الإهمال، أنا أهمل الطفل ما أهتم فيه. الفترة الثالثة أيضا أكثر المعنفين كانوا هم الآباء بنسبة 48. طبعا يفرحوا الآن الأمهات، الآباء هم المعنفين، أنتم المعنفين. بنسبة 48% من الحالات طول فترة الدراسة. أقول طيب أنت مسؤول. الأولاد يبلغون على أولاد آبائهم بعدين إذا استمر الحال. طيب ما ننسى أن إساءة معاملة الطفل والإهمال أكثر الظواهر انتشارا وأكثرها إهمالا، ما حد يهتم فيها للأسف الشديد. حتى أن مؤخرا أنا اكتشفت يمكن خلال 10 سنوات التي طافت كمية الأبحاث التي أجريت في موضوع إساءة معاملة الأطفال لا تأتي شيء أمام الأبحاث التي نشرت في المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي. يمكن بداية التعرف بدأت من عام 90 إلى 2000. هذه دراسة، وكانت هذه الدراسة عبارة عن مجرد تقارير طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض فقط، اللي هم رصدوا 11 حالة خلال 10 سنوات.
من ال 11 حالة هذه تقريبا فيها من خلال الدراسة اللي هي 177 اللي في مستشفى الحرس الوطني، من ال 177 11 طفل ايش نتج عن وفاة للأسف الشديد. قتل عمد يعني. هو في نهاية المطاف هو متأكد أن الآباء مع احترامي الشديد الأمهات يمكن لما نعنف الأطفال أنا متأكد 100% هو مو قصد الإساءة، صح ولا لا؟ ولكن هو يعتقد الأب وتعتقد الأم أن هذا هو الأسلوب الأمثل في تقويم سلوك الطفل. ولكن احنا اتضح اليوم عندنا انه هو ايش، لذلك احنا حتى في الدراسات العلميه الخلاصه اللي اقولها اليوم هو غرس السلوك الايجابي عند الطفل اسهل واقل جهدا بكثير من تغيير وتعديل السلوك السلبي. انك تغرس سلوك ايجابي عند الطفل ما يستهلك جهد كثير ولا يستهلك وقت طويل بقدر موضوع السلوك السلبي. طيب هذه الشريحة توضح الإصابات. شايفين أكثرها ارتفاعاً الهيد انجريز اللي هي إصابات الرأس في إساءة المعاملة. في إساءة المعاملة هي أكثر إيش؟ لأنها الطفل قدامي الرأس هذا أكثر واحد، بينما هو أقرب لك يعني. لذلك حتى هنا في الشرع يا دكتور حتى الضرب على الوجه يعني مشكلة، وفيه دية وفيه، صح ولا لا؟ نعم. بعد هذا تخصصنا احنا ما ننتقل له، ولكن نبي نقول انه يشير الى كرامة الانسان يعني حتى لو كان طفل، صح ولا لا؟ فاتضح شوف من خلال الدراسة انه اكثر اساءات معاملة الطفل وين تأتي من بعدها ايش؟ البروزز اللي هي عشان نترجمها احنا يا دكتور الكدمات. كدمات ممكن اعطيه فلصه، اعطيه قرصه، وراحت ايام العطبه تعرف. دكتور بس ممكن تعرض المعلومات؟ تفضل. مرار فقط ديته الشرعيه تقريبا 300 ريال. وخلينا من بعيدين عن الجانب الشرعي. عشان بس فيها يعني يرتدعوا الناس يعني. 300 ريال الاحتراف. والله هو ما اهتموا بهالكائن البشري بيهتموا ب 300 ريال، المشكله ذي يعني اذا قيمه 300 هي اهم من هالولد ولا هالبنت مشكله. طيب هذه الشريحة تشير إلى موضوع إساءة معاملة الأطفال. شايف كيف صار يزداد في ازدياد. أنا ما أعتقد في ازدياد ولكن في اكتشاف. هي تحصل ولكن ما وصلت نعم ما وصلت للعيادة أو للشخص اللي بيكتشفها، ولكن هذا دلالة على أنه أنا أعتقد هو ازدياد الوعي عند الناس عند المجتمع، ولا هي تمارس أصلا ولكن هي غير مكتشفة يعني. طيب هذه أحد أيضا الدراسة الثانية هي هل يؤثر صراع الوالدين. أنا أستميحكم عذرا أني أتجاوزها لأنه الوقت ضيق، فأطلع إلى هذه الدراسة بشكل سريع. هذه دراسة عملت في بريطانيا عنوانها ما هي آلية تفسير تأثير الصراع الوالدي على الأطفال. فيها 542 طفل، وأجريت هذه من خلال عمل المقابلة وتسجيلات فيديو مع الوالدين وتقرير بعض المدرسين عن السلوك للأطفال. طبعا هذه نتيجة شايفينها بشكل سريع كيف. طبعا الدراسة أجريت على 3 مراحل عمرية 11 سنة 12 سنة 13 سنة. استغرقت هي الدراسة على هؤلاء فقط، ولكن تمت متابعتهم لمدة 3 سنوات هنا وهنا وهنا. شايف النتيجة اكتشفوا انه الاشخاص اللي يمارس عليهم العنف تاثروا بالتحصيل العلمي من الناحيه في هذه المواد الثلاثه بشكل رئيسي. هذا في انجلترا؟ في بريطانيا نعم. الان نشوف بس يا دكتور. طبعا شايفين كيف التفاعل، القسوه في الرفض، الوالدين، مشاكل عنيفه، ادراكات لوم الذات والمسؤوليه. لذلك احيانا نشوف الطفل كيف يلوم نفسه، احيانا يلوم الاخرين. في ان هذه ملخص الدراسة. الأطفال كيف يتأثروا بملخص النتائج، كيف يتأثروا بموضوع الصراع. اتضح أنه هذول نسبة كبيرة منهم بدأوا يعانوا من بعض الاضطرابات النفسية، بعض الاضطرابات السلوكية. اكتشف أنه ساهموا بشكل كبير في تشكيل وجهة نظر الأطفال عن أنفسهم. طبعا اتضح أنه هذا نتيجة الدراسة تم عمل برامج توعوية للآباء والأمهات
في كيف التعامل مع الأطفال، هذه أهم نتيجة. طبعا هذا المصطلح العلمي اللي أحب أضيفه اليوم يا أخوان يا أخوات، موضوع البلاستيسيتي، كلمة هذه حاولت أنه نترجمها موضوع إلى اللدونة في الخلية العصبية، اللي هي شنو اللدونة الخلية العصبية هذه في الدماغ؟ كيف تستجيب الخلية العصبية لأي مؤثر خارجي؟ ما هي العوامل اللي تشكل في هذا الجانب؟ اتضح العوامل البيئية لها نصيب كبير جدا فيها، اللي هي تتمثل في العلاقة الوالدية بالذات اللي احنا قلناها في السنوات الأولى، لأنه لا يخفى علينا جميعا أنه الطفل هذا في سنواته الأولى راح يعيش أغلب عمره مع من؟ مع الأم مع الأب، بين الأم بين الأب، هذا الحالة الطبيعية، صح ولا لا؟ إذن هي أكثر عامل يساهم في موضوع تشكيل. طبعا هذه شايفين، هذا حنقول لدونة الخلية العصبية في 5 أيام، هذه 5 سنوات لما يكون بالغ، شايف كيف تتغير؟ التغير هذا ناتج من عوامل خارجية بيئية. شايفين هنا نفس الموضوع، ولكن هذه فيها تصويرات وتوضيحات أكثر كيف تتغير. ليش في ال5 سنوات متعقدة أكثر كثافة؟ لأن في ال5 سنوات هي من 5 إلى 8 سنوات من الناحية العلمية، هذه أكبر مرحلة حرجة يحصل فيها نمو للعقل، بالذات من 5 إلى 8 سنوات. هذه أكثر عملية إرهاق تحصل للدماغ في هذه الفترة. نعم، هي الغرس هو من البداية، ولكن لذلك أنت ليه بدأ هذا السن يدخل فيه المدرسة؟ لأنه بدأ حتى يدرك في موضوع المفاهيم المجردة، يبدأ يفهم الظلم، يبدأ يفهم العدل، صح ولا لا؟ في هذا السن يبدأ يدرك مثل هذه المصطلحات. لذلك شوف هذا كيف العوامل هذه كلها تساهم في موضوع اللدونة للخلية. أعتذر منكم باللغة الإنجليزية هي، لكن شايف كيف تطور لدونة الخلية العصبية يساهم في بناء المشابك العصبية اللي هي الجهاز العصبي، عصب الإنسان، تساهم في موضوع التعلم. لذلك احنا نقول ليش هذا الطفل عنده صعوبات في التعلم؟ ليش هذا الطفل ذكي؟ ليش هذا الطفل والله أقل مستواه من عمره المفروض أنه يصل إليه؟ ثبات الوضع الجسدي اللي مقصود فيه إفراز الهرمونات، أحيانا مستوى وجود المناعة عند هذا الإنسان. اتضح الآن في دراسات حديثة أنه الإنسان الإيجابي مستوى إفراز خلايا المناعة في جهاز المناعي عند الإنسان هي أكثر. الإنسان السلبي مناعته إيش؟ أقل. لذلك أنتم تتضحوا في سنوات الدراسة مع زملائكم قديما، تشوف واحد سهل جدا يجي له إيش؟ زكام مثلا بسرعة، صح ولا لا؟ مناعته ضعيفة، ذا بسرعة يعدى. ترى هذا لها جانب في الجانب النفسي يا دكتور. نعم، لها عامل أساسي في موضوع الجانب النفسي، يتأثر. طيب أنا أتجاوز بعد هذا كله أقف. هذه آخر سلايد، في سلايدات باقي، ولكن أنا أعتقد أنه أخلي المجال للنقاش يكون أفضل. في نهاية المطاف هنا ممكن نقول والله من المؤسف بعد شرح طويل لهذه العلاقة بين الفكر والجسد والذهن والسلوك، ويأتي شخص مثلا تسمع معه يعني يا دكتور ما تقدر تساعدني أو تعطيني دواء مثلا حق هذا، لأنه ما زال اليوم اللي يروحوا العيادات والاستشارات يعتقدون أن العلاج هو في إيش؟ في حبة. لأنه ما زلنا احنا نبي ناخذ أقصر الطرق وأسهل الطرق. لذلك أكثر احنا معاناة نعانيها يا دكتور في الجانب النفسي هنا بالذات في الدول، أو في على الأقل في المنطقة، نقول ممكن يجي مرة واحدة لكن ما يتابع. طيب إلى حد هنا أنا أعتقد أقف. باقي طبعا جوانب أخرى، ولكن إن شاء الله يسعفني الوقت من خلال حواركم وتفاعلكم ممكن نغطي ونكمل ما لم نستطع إكماله في هذا اللقاء.